انما لما بتبقى في موقع المسؤوليه انت لازم تعمل اولويات. لو انت عندك 50 مليون والطلب السياحي بتاعك توزيعه رايح لاماكن معينه، هتضطر انك انت اماكن تديلها اهتمام واماكن تخليها لبعدين وهكذا. فن اداره الاولويات هو اللي عندنا، لان احنا لا نملك اكتر من اللي كان متاح في هذا الموضوع. انما احنا نفسنا يكون عندنا في جميع المحافظات القدره ان احنا نمول ونعمل مبادرات ونعمل الكلام ده، انما طبعا في امكانيات معينه لازم ان احنا نتحرك في اطار هذه الامكانيات. في اطار هذه الامكانيات بنضطر نعمل اولويات. الطلب الاعلى فين؟ اللي انا محتاج فيه بسرعه فنادق بكميات كبيره بركز عليه، وبخلي في مناطق اخرى اولويات اخرى تيجي في المستقبل. انما هو مش موجه ضد مكان ولا حاجه زي كده، بالعكس هو اداره الاولويات. لو انا عندي مبلغ معين عايز اتصرف في خلاله لازم احطه في الاماكن ذات الاولويه القصوى. التحويل احنا عندنا حاجات كتير قوي اتحولت. احنا كان مشكلتنا او التحدي اللي موجود عندنا الحاجات الخاصه بالمحليات، وطلع قرار رئيس الوزراء او مجلس الوزراء امبارح اتمضى خلاص اتوقع بعد شويه تعديلات انا طلبتها فيه، واصبح النقل مجاني. انت بتقدم طلب بتقول انا عايز انقل من كذا الى كذا، وزاره السياحه بتديك موافقه مبدئيه وتمشي على هذا الاساس. الاول الحقيقه انا كنت عايز ابتدي الهوليدي هومز بثلاث كاتيجوريز، يعني ثلاث شرايح. وبعدين الحقيقه في الغرف السياحيه قعدوا معايا بعض الاخوه منهم قالوا لي خلينا نعمله شريحه واحده احنا مش شايفين في فرق. واتضح انه اللي انا كنت عايزه في الاول هو صح، لازم يبقى في فرق بين الاثنين. فالنهارده احنا عملنا الكاتيجوري 1 و3. 3 اللي هو بتاع الشركات اللي هو هيمشي معاك اللي هي مباني كامله، والجزء الاولاني اللي هو 1 اللي هو هيكون الشقق السكاترد اللي هي موجوده في مباني وخلافه. ظهر عندنا كاتيجوري تاني في النص، واحد واخد دور كامل في عماره برج من الابراج فيه 15 اوضه. طيب العماره سكنيه، هيبقى اوتيل ولا هيبقى ايه بالظبط؟ زي البنسيونات بتاعت زمان الحاجات دي. ده بنعمل له برضه كاتيجوري تاني نحاول نحافظ فيه على انه يؤدي شغله، وفي نفس الوقت نراعي فكره ان هو في مكان سكني.